لنثبت به فؤادك. آية قرآنية من 3 كلمات. تمام. كفيلة إن هي تولد العقيدة وتثبت القلب في وقت المحن ووقت الصعاب وفي كل الأوقات. لنثبت به فؤادك القرآن، لنصحح به عزيمتك وعزيمة قلبك ويقين نفسك ونشجعك. كأن ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لك رسائل في القرآن، إن القرآن أهو ده مجرد رسائل، رسائل عشان تتبعت في وقتها، تقول لك اثبت، أنت على الحق، كمل. الرسالة بتجيلك كأنها بتقولك ما تقلقش، ما تخافش، أنت على ثقة بالله عز وجل. لما كنا بنشوف قصص الصحابة والتابعين وقصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة الرسول، قصص الأنبياء، كنا بنستوقف قدام قصص كتير جدا. يعني مثلا قصة الصحابي هاشم بن عتبة مثلا اللي واجه أسد. ازاي جاب الشجاعة دي وازاي جاب الثقة دي ان هو يخش يواجه أسد؟ جيش الردة جابه وحط أسد في مقدمة الجيش عشان يواجه بيه جيش المسلمين، على أساس بقى ان هم مجوعين أسد وكده، والأسد بقى ايه، هيخوف المسلمين وكده. الصحابي هاشم بن عتبة رضي الله عنه خرج واجه الأسد، بارز الأسد، قتل الأسد. اتقلب الساحة على الساحة، هم اللي خافوا وتعبوا وقال لك ايه ده قتل أسد، امال هيعمل فينا احنا ايه؟ جيش المسلمين في معركة اليرموك بقيادة سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا خالد بن الوليد والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. تمام. كان بيواجه جيش الفرس والروم، كان 240 ألف جندي كان تعداد الجيش، ده غير التسليح طبعا. وانت بتتكلم في امبراطورية الفرس وامبراطورية الروم في وقتها، اللي هم كانوا أكبر امبراطوريتين تقريبا. تمام. مقابل جيش المسلمين 36 ألف بس. كانت النتيجة ايه؟ هزيمة ساحقة، وجيش المسلمين دخل الشام. تمام. وكان مقتل 70 ألف من الفرس والروم مقابل استشهاد 4000 من المسلمين. المشاهد دي كلها احنا كنا بنشوفها وبنشوفها وشفناها. يعني شفناها دلوقتي في رجال المقاومة في فلسطين، شفناها في رجال المقاومة في أفلام وثائقية، في رجال المقاومة خط القناة للاحتلال الإنجليزي، في رجال مقاومة عمر المختار وبثالة عمر المختار في ليبيا، في رجال مقاومة الجزائر، في رجال مقاومة المغرب، في رجال مقاومة تونس في حرب أكتوبر، والمصريين في حرب أكتوبر. شفناها حتى في الحملة الفرنسية محمد قايم. لدرجة ان من شجاعة وبسالة الناس دي يعني الابطال دول، حالة من الفزعة بتيجي للعدو. بيحس ان هو قدام ابطال خارقين. دايما العدو بيعمل ابطال خارقين في خياله وبيعمل بيهم افلام لكن هما ما بيشوفهمش على الواقع. لما بيشوفهم على الواقع مش بيبقى متوقع، مش بيبقى متخيل. ده من زمان الكلام ده. الكفار كانوا بيرجعوا من المعارك والمشركين يقولوا ده رسول ساحر. تمام. لما بتيجي مثلا دلوقتي الجنود الصهاينه بتبقى اللي راجعين معاقين. تمام. بيقول لك احنا بنواجه اشباح، دول اشباح بيطلعوا لنا وبيختفوا وبيبقوا قدامنا ومش شايفينهم. سبحان الله. واحد داخل عليك بيقول لك وما رميت اذا رميت ولكن الله رمى. ده بيستقوى بالقوي العزيز الحكم المنتقم الجبار. يعني ده داخل بيرمي وبيقول انا ما برميش، مش انا اللي برمي، انا ربنا سبحانه وتعالى سخرني لهذه المعركه وانا جيت وبعمل اللي عليا ونفذت امر الله. الباقي عند الله سبحانه وتعالى، النتيجه عند الله سبحانه وتعالى. والله لا يخذي المؤمن ابدا. تمام. نفس الكلام كان في حرب اكتوبر. كان العساكر الصهاينه كانوا يقول لك احنا تقريبا المصريين دول في حد تاني بيحارب معاهم مش دول، يعني في حاجه غلط ان انت تفتح الدبابه وتحط، دي كانت المسافه صفر، تحط القنبله اللي جوه الدبابه. ده كان بيحصل في حرب اكتوبر. وكان نفس الكلام على فكره كان بيتكتب على الصواريخ ما رميت اذا رميت ولكن الله رمى. كان الهتاف الله اكبر بيرز سي ار دي سينا كلها كانت بتتهز من الهتاف. وهم داخلين عليهم كانوا يقول لك وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاخشيناهم فهم لا يبصرون. بيخشوا بيقول الايه القرانيه. في الاحتلال الانجليزي احتلال القناه كان بيخش لغايه معسكرات الانجليز جوه، يحط المتفجرات في مخازن السلاح وفي مكاتب القاده ويفجر ويخرج ولا كانه عمل اي حاجه، ولا كانهم شايفينه. ده كان قاعد قدامه في الشباك في الفيديو الاخير، قاعدين قدامه الشباك ده قاعد قدامه اللي هو ناقص يقول له انت مش شايفني ولا ايه؟ الله اكبر. وعشان كده الله اكبر لما بيقولوها بتطلع من جوه قلوبهم، عشان هو فعلا نفسه بيتعجب من ان هو عشان ثقته بالله سبحانه وتعالى ان الله ينصره النصر العديد هذا.
وان يخلي قنبله بدائيه الصنع او حاجه بسيطه ملهاش لازمه تفجر حاجه معمول لها بروباجندا ودعايه واحنا عندنا الذي لا يقهر زي خط بايليف كده، والذي لا يقهر والسياج الذي لا يمنع ومش عارف ايه الذي لا يعمل. عشان كده بقى تلاقي ايه دايما الانسان اللي عقيدته ضعيفه تلاقيه شاكك. يعني يقول لك انت عايز تقنعني ان المصريين يعني عبروا خط بايليف اكيد عملوا حاجه. انت عايز تقنعني مثلا ان المقاومة عدت الخط السياج اللي اسرائيل عاملاه ده؟ يا عم ده لا يقهر. ان الله الذي لا يقهر. ان الله الذي لا يقهر. الناس دي كتير هتقابلها على فكرة في حياتنا. يعني هتقابل كده في شغلك مثلا واحد يجي تكلمه مثلا يقول لك ايه دي، يعني هنقابلها كتير في حياتنا. خذ بالأسباب وتوكل على الله. ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يا أخي خذ بالأسباب. يعني خط بايليف احنا عطلنا المضخات بتاعته، خدنا بالأسباب وتوكلنا على الله عدينا. انت لو ما توكلتش على الله وما خدتش بالأسباب كان ممكن حاجة تحصل. إن الله قضى على كل شيء. كان ممكن إسرائيل كان ممكن يبيدوا يولعوا في أي حاجة يعملوا خد بالأسباب يا أخي. توكل على الله. لا هو ما عندوش الفكرة دي. هو لا يعني ازاي انت ده ممكن تلاقيه في شغلك برضه على فكره. ممكن تقابل زميل ليك في الشغل كده تلاقيه شغال عصفوره، شغال عمال يوقع الناس في بعض، شغال كده عيل كده ما تبقاش فاهمه. لو انت في ايه يا ابني مالك؟ لما تنصحه ادينا النصيحه يعني انت ليه يا ابني بتعمل كده؟ ليه؟ يقول لك يا عم بطيء شهر المدير وهو بنبقى للحب جانب وعشان اكل العيش يفضل مستمر. يا ابني انت رزقك على الله سبحانه وتعالى. اتق الله يكفيك شر مديرك يكفيك شر البشر كلها. اتق الله يا اخي. تلاقي واحد تاني برضه تلاقي مثلا الناس دي كتير ونشوفها يعني. ربنا يهدينا ويهديهم يا رب. تلاقي مثلا تلاقي يقول لك المدير مثلا يروح يقول له انا ممكن اطلع اصلي، ممكن اطلع اصلي. فيقول له لا انت شايف في شغل في الدنيا. يتقال كده عادي يا عم العمل عباده اجمع الصلاتين. تيجي تقول له انت ليه يعني جمعت الصلوات؟ يعني ايه السبب الشرعي اللي يخليك تجمع الصلوات؟ عمل عباده ايه؟ جاب الحديث ده منين؟ ده جابه منين؟ مين رواه الحديث ده اصلا؟ فتلاقيه يقول لك ايه يا عم محمود انا بناكل عيش يا عم محمود. يا عم انت عايز تقطع عيشنا ولا ايه؟ سيبنا يا عم انا عبد المأمور. اعمل ما تعملش وانا هديني في الاخر بصلي اهو. يا عم انت عبد لله مش عبد للمأمور. والله العظيم انت عبد لله ورزقك على الله. محدش هيقطع عيشك ولا حد هيرزقك غير الرزاق الكريم. الناس دي هتقابلها كتير وهنقابلها كتير قوي يعني. ربنا يهديهم ويهدينا يعني. وهتلاقي برضه نفس الناس دي بتحبطك في حاجات كتير. يعني تيجي تقول لك يخوفك من مديرك مثلا، يقول لك يا عم مديرك والدنيا والديت يا عم ده مدير غبي، حاول بس ايه تستعطف وكده ومش عارف ايه. يعني طبل له نافق له قول اي كلام. نفس الكلام على فكرة. انت عايز تحارب امريكا واسرائيل وانجلترا. طب ما شعب بورسعيد ومقاومة بورسعيد حاربوا 3 دول. تمام. كنا لسه بنقول معركة اليرموك امبراطوريتين. تمام. يعني ايه الفكرة؟ انت لو عندك بقى عقيدة لنثبت به فؤادك هتلاقي الآية القرآنية دي جاية على طول في ذهنك أول ما حد يجي يخوفك بحد. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. انت بتخوفني من مين؟ بتخوفني من مدير ولا غفير ولا ذي سلطان ولا ملك ولا سلطان ولا بتخوفني من مين؟ ولا جيوش ولا عتاد؟ الله اكبر على كل شيء يا اخي. بتخوفنيش من حد. الله متكفل بعبده. هو ما فيش عقيدة، هو مش مقتنع بالكلام ده. فتلاقيه دايما مرعوب مهزوز خايف. اي حد يخوفه. لو واحد عدى جنبه يقول له انا خفت. ده بجد مفيش عقيدة مفيش ايمان مفيش ثقة. ادينا بنحكي بنقول دخل على اسد. الرسول عليه السلام وهو قاعد في الغار ثقة وعزيمة. بنشوفهم هم داخلين مسافة صفر في وشه في ثقة وعقيدة وهزيمة بيقول الله أكبر مستقوي بالله. ده خايف من مدير ولا خايف من غفير؟ لا ده بيبقى خايف من زميله في الشغل. يعني الواحد كان بيشوف حاجات في أشغال يعني ربنا يهدينا ويهديهم. تلاقي واحد تاني خايف من زمايله مثلا يقول لك يا عم دول بيعملوا مكر بيا وبيمكروا بيا. بص القرآن، بص رسالة القرآن ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ربنا سبحانه وتعالى بيطمنك ما تقلقش. المكر السيء اللي هما بيمكروه ده لا يحيق الا باهله.
بس تمسك بالله، وثق بالله وبس، وسيبهم. هو كده كده دائرة السوء هتدور. من ضمن الرسائل اللي القرآن بيبعثها فينا، سيدنا موسى لما ربنا سبحانه وتعالى أمره يذهب لفرعون إنه طغى. فسيدنا موسى رايح يواجه فرعون، رايح يواجه طاغية ديكتاتوري. فسيدنا موسى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. بص ربنا سبحانه وتعالى عشان يثبت قلبه ويثبت فؤاده، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. روح، أنت معاك الخالق، معاك الذي يؤتي الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء. اذهب، لا تخاف. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان مع سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، وراحوا في الغار أثناء الهجرة ومطارد الجيش المشركين ليهم وجيش مكة في المشركين، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أبي بكر إيه؟ إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. يعني بص، الرسول صلى الله عليه وسلم ثقة، عنده ثقة بالله عز وجل. بص النتيجة، ربنا سبحانه وتعالى أيده بجنود لم تروها. ثقة، خش بثقة وخش بقلب طول ما أنت صاحب حق وطول ما أنت على حق. دي ناس صحاب عقيدة، عندهم عقيدة وإيمان. جايبينه منين؟ جايبينه من نثبت به فؤادك القرآن الكريم. في ناس احنا بنشوفهم زي ما اقول أولياء الله الصالحين، دول سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى بص قال ايه فيهم؟ ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الناس دي ما تخافش عليهم اصلا، الناس دي سيبها. يعني بص، انت ممكن تبقى قاعد دلوقتي وزعلان على الناس اللي انت بتشوفها في التلفزيون، اللي ماسك ابنه وعنده صبر، ده ما تخافش عليه اصلا، ولا هم يحزنون. هم اصلا مش حزنانين، لان القران مديله بصيره، فشايف بيها المستقبل وشايف بيها الماضي وشايف بيها الحاضر. فهو عارف خلاص، هو عارف ايه اللي بيحصل وايه اللي هيحصل وايه اللي بيجرى. فده لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ده على طريق الحق. يعني اللي هم يجعلنا منهم يا رب ويجعلنا بصحبتهم. ده سبحان الله اتبع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيقول من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقاه بين عينيه وفارق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. واحد مش همه الدنيا أصلا باللي فيها. عشان كده بتلاقي الدنيا سبحان الله كأن ربنا سبحانه وتعالى مسخر له الدنيا دي، كانت بتحس ان هو بيخشش في اي حاجه الا لما سبحان الله تلاقيه دي ماشيه معاه زي ما احنا بنسميها كده سكينه في الحلاوه. هم دول الناس فعلا اللي في بعض كده مثل شعبي يقول لك اللي معاه ربنا يمشي على الميه. هو فعلا في ناس، لا انت فعلا لو عندك عقيده وصبر بالله وبتستقوي بالقوي العزيز الحميد، انت ربنا سبحانه وتعالى اذا اراد انك تمشي على الميه هتمشي على الميه. هيلين الحديد في ايدك، هيلين الحديد في ايدك. الفكره كلها التوكل على الله، الفكره كلها ان انت تاخد الخطوه تخش. ربنا سبحانه وتعالى لما قال ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون. خش بس خش، اذا دخلت انت هتبقى الغالب. ليه بقى؟ وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. خش وتوكل على الله اذا كنت مؤمن، اذا كنت مؤمن وعندك ثقه بالله وعندك عزيمه. لكن في ناس بقى انت بتشوفهم تيجي تقول له ايه، ربنا سبحانه وتعالى فتح علينا باب جهاد مثلا، في ناس بتجاهد بالسلاح وناس بالمقاطعه وناس بالكلمه، كل واحد في ميداني وكل واحد على قد مقدرته. احنا للاسف مش في ايدينا دلوقتي ان احنا نجاهد بالسلاح، مش متاح لنا. يعني اللهم ارزقنا يا رب الجهاد في سبيله بكل شتى الطرق. مقاطعه يا اخي، يعني ربنا سبحانه وتعالى فتح عليك باب جهاد بالمقاطعه، قاطع يا اخي. تلاقي بقى عمال يجادل ويقول لك شفت انت شغل اليهود اللي هو اذبح بقرة، ايوه شكلها ايه، لونها ايه، نجيبها منين، بكر ولا عوان، اصل البقرة تشابه علينا. يا عم ده نفذ الامر، اذبح بقرة ودي خلاص. يعني دي معركة حق وباطل، مش هنقعد نتناقش، ما فيهاش وجهة نظر ومناظرات. لا ده تلاقيه بقى ايه، اصل انا من وجهة نظري ان المقاومة عملوه ده، اصل المقاومة ده انا ما بحبهمش الصح، اصل الصهاينة ما بيقولش كمان الصهاينة، يقول لك اصل اسرائيل يا جماعة برضه، يعني انت ليه تروح تعتدي عليهم؟ في ايه ده، مالك؟ ربنا يهديهم ربنا يهديهم ويهدينا. النتيجة في الاخر والشاهد على كل اللي بيتقال ده، تمسك بالقرآن الكريم، الاستقواء بالله سبحانه وتعالى في كل امور دنيانا، الرجوع الى الله، هي دي العقيدة. إن كل شيء لله فإنا إليه وإنا إليه راجعون، الله أكبر على كل شيء.
الله أكبر على العداد، على العدة. الله أكبر على الكمية. ما تستصغرش، ما تستكبرش حاجة. ما تقعدش تقول لا يا عم ده راجل ظالم. إن الله، أنت معاك الحق القوي، معاك. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ معاك المنتقم الجبار. الله أكبر، الله أكبر فوق كيدهم. الله أكبر دي كانت عاملة إزعاج للعساكر الصهاينة في حرب أكتوبر. كانوا عندهم إزعاج من شدة هتاف المسلمين الله أكبر وشدة هتاف المصريين في الحرب. الله أكبر. ف الله أكبر. والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. والقرآن الكريم اللي فعلا شفاء وربيعا لقلوبنا. الحمد